جماهير الاتحاد تطلب من الحائلي بحسم صفقة ليونيل ميسي. مرحبا بكم عشاق نادي الاتحاد في كل مكان، أتمنى منكم الضغط على زر اللايك وأيضا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد يخص العميد. والآن إلى التفاصيل. طالبت جماهير الاتحاد الحاضرة في ملعب محمد بن فهد بالدمام رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك عقب نهاية أحداث مواجهة الخليج التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. وهتفت جماهير الاتحاد المتواجدة في مدرجات الملعب باسم ليونيل ميسي أثناء مرور الحائلي أمامهم خلال الاحتفال بفوز الفريق في مباراة الخليج. ويأتي ذلك بعد أن تصدرت الصحف العالمية تقارير تؤكد دخول الاتحاد في محادثات جادة مع ممثل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام. وتطمح الأندية السعودية لحسم صفقات عالمية في فترة انتقالات الصيف على غرار تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية خلال ميركاتو يناير الماضي. من جهته حقق فريق نادي الاتحاد فوزا ثمينا على الخليج ب3 أهداف نظيفة سجلها كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينهو دا سيلفا والمدافع أحمد شراحيلي. ومن المقرر أن يخوض فريق نادي الاتحاد مباراة القادمة أمام النصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم الخميس القادم 9 من مارس في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وسوف يتم نقل اللقاء عبر قناة SSC1 بتعليق فهد العتيبي.